بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. هنتكلم دلوقتي في حاجة كان بيعاني منها الإمام مالك رحمة الله عليه، وهي عدم التحكم في البول أو سلس البول. وده للأسف مرض بيصيب كبار السن كتير، وبيبقى سببه غالبا أو في معظم الأحوال ممكن يكون ضعف في العصب اللي بيتحكم في العضلة اللي هي بتتحكم في البول، وده ملوش علاج الحقيقة. طيب، وكان الإمام مالك كان طبعا بينزل يؤم الناس في المسجد، وما جاله الموضوع ده بدأ يعتزل المسجد وقضى أيامه الأخيرة في البيت أما أصيب بهذا المرض، وكان بيصلي في منزله. دلوقتي العلماء الطب مع علماء الدين أباحوا إن اللي عنده المرض ده يقدر يلبس اللي هو البامبرز، هو ده الحل الرئيسي للموضوع ده، ويخلعوا مرتين عشان هو غالي، ما يخلعوش كل شوية، يعني يخلعوا مرتين في اليوم، ويتوضى لكل صلاة بس مش أكتر من كده. فده الحل السحري للصلاة، ويصلي في المسجد عادي وكل حاجة. ده بيخليه يصلي في المسجد كمان وينزل المسجد، مش هيتأفف الناس منه، مش هيبقى هو قلقان من خروج البول مع كل زنقة أو كده، ويغير البامبرز مرتين في اليوم. هو ده الحل السحري يا جماعة للصلاة، وده موافق لصحيح الدين ومجتهد العلماء الطب والدين واجتماعهم على هذا الأمر. نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.